واحد اوقات كده بيبقى عايز حاجة حلوة سهلة وسريعة. يلا بينا نعمل بانكيكس صغننة وبتتاكل على طول وتدفينا في الشتاء اللي احنا فيه ده. يلا بينا على الطريقة والمقادير. هنحتاج بيضتين مع معلقة فانيلا صغيرة، معلقتين كبار زيت ومعلقتين كبار سمنة مدوبينهم بس مدفيينهم، مع 4 معالق كبار سكر. وهنضرب كل الخليط ده مع بعضه. هحط لهم كوبايتين كبار دقيق. انا بحب احط لها دقيق كيك، بيبقى طعمه حلو قوي، بيبقى سيلف رايزنج اكتر. وهنحط معلقه كبيره بيكنج باودر. هنحط كوبايه لبن ومعلقتين كبار قشطه، ونبدا نقلب بقى كله لغايه ما يدوب الدقيق خالص ويدينا التخانه دي. بعد كده في طاسه سخنه هنحط فيها حبه زيت او سمنه اللي تحبوه، بس انا بفضلها بالزيت. وبعدين نحطهم بقى حبه حبه كده زي ما انتم شايفين، وابدا اقلب فيهم لغايه ما ياخدوا الوان. ما تبتدوش تقلبوا فيها غير لما اللي من فوق ده ينشف خالص زي ما انتم شايفين كده، مش ما يبقاش عجينه زي ما انتم شايفين كده. بقلبه لما ينشف بس، ما فيش 5 دقايق وبيخلص خالص. عموما بنتحكم في ارتفاع البانكيكس بنسبه البيكنج باودر للدقيق. انا كنتش عايزه البانكيكس تكون عاليه قوي، كنت عايزاها تبقى رقيقه. لو انتوا عايزينها تخينه كتروا شويه البيكنج باودر وقللوا نسبه اللبن. انا خدت حبه حطيت عليهم شوكليت شيبس، وحبه تانيين حطيت عليهم كاكاو بقى بالشكل ده بس كده. وما تنسوش بقى تقولوا لي ايه رايكم فيها لما تجربوها.